الشفاعة قسمان: شفاعة عامة في يوم الموقف، وهي التي يقال لها المقام المحمود، فهذه كما تقدم يثبتها حتى الخوارج والرافضة والمعتزلة. الشفاعة الثانية هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره ممن ثبت في حقهم ذلك، فمن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، أهل التوحيد أن يدخلوا الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والحديث في مسلم. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. شفاعته الأخرى أيضا هذه الخاصة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ليدخلوا الجنة. وهكذا في أقوام استحقوا النار، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يدخلوا النار. كذلك الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة بأن يرفع الله عز وجل منازلهم في الجنة. الشفاعة الرابعة وهي شفاعة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأنبياء والرسل والصالحين عليهم رحمة الله، وهذه التي أنكرها ونص عليها الخوارج والمعتزلة ومن إليهم، فخالفوا الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا: لا، من دخل النار فلا يخرج منها. والأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر من يكون من أهل النار وكيف يشفعون أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من الموحدين. وهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإنه قد جاء الدليل أنه في ضحضاح من النار بعد أن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أغنيت عن عمك، يعني ما نفعته. بماذا نفعته؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، أي في النار ومخلد، لكن في مكان مرتفع، ولولا أنا لكان، أي ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. الحديث جاء في الصحيحين. ذكر العلماء 8 أنواع من الشفاعة، ومنها شفاعة الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وشفاعة الشافعين، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، أي قد ماتوا، كما ذكرنا لكم في الدرس السابق أنهم يموتون، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. الحديث المعروف الذي رواه الإمام مسلم. فجاء في الرواية الأخرى قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. فأهل السنة يثبتون الشفاعة بشروطها، وأنها تكون لأناس ممن رضي الله سبحانه وتعالى عن الشافعين فيهم، ورضي سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشفوع فيهم، والله أعلم.